الشهداء قادتنا المعنويين. فكرة القائد بناء حركة للمرأة وتأسيس جيش للمرأة كانت خطوة تاريخية بالنسبة لنا نحن كنساء، مشان نطور من نفسنا ونعرف ذاتنا ونعرف تاريخنا ويكون لنا روح ومقاومة ونقدر نأسس حالنا ونأسس هذا المجتمع. طبعا أساس استفتاحيتنا لهذا التدريب مشان المرأة تطور من ذاتها، تطور من حالها، تطور من نفسها، تعرف تاريخها، تطور من مجال عملها. طبعا ضمن العمل برات العمل. رغم هاي التطورات اللي نحن وصلنا لها لحد هذا اليوم، مقابل هذا الشيء نحن دائما نحتاج الى تدريب بالنسبه لنا كامراه، يعني تدريب جوات العمل، برات العمل، ضمن العيله، ضمن المجتمع، مشان نقدر نوصل للمرحله اللي قائد اسسنا لنا ونكون اساس المجتمع الديمقراطي وبناء المجتمع. حبينا نفتح هذا التدريب على اسم الشهيده صالحه بيان. بشخصية هافال صالحة بيان نستذكر جميع الشهداء والشهيدات اللي ناضلوا وساروا على خط الشهداء، وكان آخر نضالهم هو الشهادة. طبعا هافال صالحة كانت رفيقة، هي كانت مستهدفة من قبل الدولة التركية. طبعا الدولة أو العدو المهاجم دائما بيستهدف المرأة القوية مشان يكسر إرادة المرأة، مشان يعدم صوت المرأة، مشان يعدم قوة المرأة، مشان تضل المرأة بدون إرادة وبدون قوة. حبينا نفتح تدريب على هذا الأساس. نكون معكم بافتتاح الدورة. طبعا هي من إحدى الدورات التي يتم افتتاحها على مدار العام، سلسلة من التدريبات التي تقوم بها منسقية مؤتمر ستار، سواء كان على مستوى روج آبا أو سواء كان على مستوى المقاطعات. طبعا بحب لكم كل عام وانتم بخير. نحن مضى شهر كان في عيد المرأة، كان في عيد النوروز، وكان في عيد الفطر السعيد. نتمنى أنه دائما المناسبات، في منها المناسبات التاريخية طبعا، يكون لها بصمة على الواقع اللي عم نعيش فيه كبصمة مرحلية دائما يتجدد، سواء كان عيد المرأة أو سواء كان عيد النوروز أو سواء كان عيد الفطر. دائما هالأعياد في لها جانب أنه بيظهر في المقاومة والكفاح اللي بتبديه الشعوب، إلى جانب الشيء الآخر أنه هي تكون وسيلة لترسيخ المحبة والتعاون والمساواة والعدالة. طبعا بالبداية نستذكر كافة الشهيدات، الرفيقات، الشهداء كافة الذين بذلوا أرواحهم فداء لتحقيق الحرية والديمقراطية وترسيخ القيم التاريخية وإحراز واكتساب قيم جدد. طبعا هذا بفضل نضالهم وكفاحهم والتضحيات التي قدموها. نستذكر في شخص الشهيدة صالحة بيان كافة الشهداء. الشهيدة صالحة هي من القياديات البارزات اللواتي رسخن فكرة الوطنية إلى جانب فكرة تحرر المرأة، وكان لها باع من النضال الذي طبعا كان مبني على أساس دائما التطلع نحو ترسيخ الروح الوطنية، ترسيخ الوحدة الوطنية، أيضا أهمية التدريب للمجتمع وللمرأة بشكل خاص. ممكن أن نقول أن حياة كل رفيقة شهيدة أو شهيد هو بالنسبة لنا ميراث نعتمد عليه لنكمل المسيرة النضالية طبعا التي بدأوها. أيضا إلى جانب آخر حياة الرفيقات الشهداء هم نعتبره أيضا بالنسبة لنا أيضا هو بمثابة تدريب
طبعا هذه المسيرة النضالية التي لا تخلو من التحديات والصعوبات إلى جانب الإنجازات ومدى الإصرار ومدى الإرادة الموجودة التي بفضلها طبعا تم تحقيق كل ما نعيشه الآن. إذا بدون التضحيات لا يمكن أن نصل إلى الواقع الذي نعيشه الآن. إن قيمنا الواقع بالشكل القريب، والواقع السوري الموجود هو طبعا أكبر حافز على أن يكون لنا إصرار على ما نحن ننجزه الآن وما لدينا من مكتسبات بالنسبة لثورة المرأة، الثورة التي وضعت بصمتها التاريخية إلى التاريخ النضالي، على التاريخ النضالي للنساء إلى جانب تاريخ نضال الشعوب. لماذا؟ لأننا نحن في نضالنا كنضال المرأة في روج آفا وفي شمال وشرق سوريا بكافة المكونات الموجودة وبانضمام كافة النساء من كافة المكونات الموجودة، نحن اعتمدنا أن حرية المرأة هي حرية المجتمع، هما جزءان لا ينفصلان عن بعضهما، حرية المرأة وحرية المجتمع. وهذا ما أثبتناه خلال السنوات التي مرت، سنوات ثورة روج آفا. طبعا هذه الثورة اعتمدت في نضالها على الميراث النضالي الموجود السابق، يعني كان هناك في ميراث نضالي للمرأة سواء كان من بداية التاريخ، سواء كان من بداية القرن العشرين، وسواء كان إتمامه بالقرن ال21، لكن الإطفاء الأكبر والمعنى الأوسع سواء كان للحرية والديمقراطية وللمطالب كان بشكل مغاير في القرن ال21 في مسيرة حركة حرية كردستان بشكل خاص. صحيح هي بدأت بحركة حرية كردستان، ولكن ثم توسعت لتشمل كافة النساء من كافة المكونات والشعوب الموجودة. كانت الريادية، ولكن بعد ذلك توسعت هذه الرقعة النضالية لتشمل كافة النساء، وهذا ما شهدناه بثورة روج آفا في شمال وشرق سوريا، بعض بنطاق ضيق، يعني بإطار معين، أنه كان في أنه مثلا ببداية التاريخ أن شاركت بالحركات أو الثورات، مثلا نقول حادثة معمل بنيويورك، وكان في أن النضالات أيضا مثل كلارا الزيتكي وروزا وغيرهم من الشخصيات. الهدف من هذا التدريب هو إعداد الشخصيات التي تكون فاعلة على أرض الواقع. التحديات والصعوبات بمناطق شمال وشرق سوريا لا زالت موجودة، لأنه ليش؟ لا زال هناك إنسانية حصلت عمل بهالشيء. كانت في نساء أخرى في الخارج، هذول اللي نحن بنقول يعني كان في أصوات. أرحب بجميع الحضور والرفيقات الموجودين من المقاطعة، من المجالس، من اللجان الموجودة. فنحن فتحنا دورة تدريبية على مدار شهر مغلقة غنية بالدروس من فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان. طبعا نحن حسب المراحل عم نفتح تدريبات مغلقة مستمرة، سواء مفتوحة أو مغلقة، لتطوير الذات، لمعرفة الذات، تكون الإنسان يعرف مين هو، المرأة اللي تعرف ذاتها، المجتمع بشكل عام. لأنه القائد عبد الله أوجلان بجميع المرافعات الموجودة عم يتذكر المرأة، لأن المرأة انسلبت حقوقها من بداية قبل المجتمع الطبيعي من 5000 سنة قبل الميلاد، انسلب حقوقها وواجباتها وحريتها لحد وقتنا اللي نادى القائد عبد الله أوجلان باسم المرأة، وأن تخضع لدورات مستمرة. القائد يقول الدورة المغلقة والتدريبات بمثابة الماء والهواء، لأنه أي فرد يكون متحرر يكون أسرة متحررة، وأي أسرة متحررة يكون مجتمع متحرر، ومجتمع متحرر يكون أمة ديمقراطية متحررة. لهيك رفيقات حبينا نفتح الدورة على حسب المرحلة اللي تتطلب. طبعا